لما تكوني بره كده وجايه جعانه يبقى مفيش غيرها المكرونه البشاميل، ولكن بالطريقه الايطاليه. حلوه وخفيفه، هي ميكس بين المكرونه وبين اللحمه، بطريقه مختلفه 180 درجه عن طريقه المكرونه البشاميل المصري. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده نعمل مع بعض المكرونه ايه بقى؟ مكرونه البشاميل بس بالطريقه الايطالي. هو في فرق بين المكرونه البشاميل المصري والايطالي؟ ايوه، في فرق كتير. احنا في مصر بنعمل مكرونه، بنعمل رصه ومكرونه، رصه لحمه، ولكن الايطالي بتكون مختلفه. حلوه، خفيفه خالص. شايفين؟ نسمي الله ويلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه كده معانا نوع المكرونه، ينفع المكرونه السدسه، ينفع المكرونه الجلاش. هنا انا معايا كيسين 2 من المكرونه، معايا بصل، معايا لحمه، معايا عصير طماطم، معايا 6 معالق زبده، 6 معالق من الدقيق، معايا من التوابل بتاعتنا بابريكا، ملح، كزبره، فلفل. واول حاجه كده هنسمي الله زي ما اتعودنا مع بعض. معانا ميه لسلق المكرونه، اول الميه ما تغلي نحط معايا الملح، بلاش نحط زيت علشان الزيت هيعمل عازل بين البشاميل وبين المكرونه. حلو الكلام. لازم بقى المية تكون مغطية معانا المكرونة. بنسويها على درجة حرارة عالية. بتاخد وقت قد ايه؟ يعني تاخد نص المدة الطبيعية، 5 دقايق، ونفصل عليها على طول. لو هي بتاخد 10 دقايق يعني خليها تكون فيها العضة كده تكمل السوى التلتين الاخراني، مع ان احنا بنضيف المكونات كلها وندخلها الفرن. تاني حاجة هنعمل مع بعض عصاج اللحمة. معايا كده بصلاية كبيرة او بصلتين 2 وسط، معايا فصين 2 من التوم، هنديلهم كده الصدمة بتاعتنا. بعد ما نشوح معانا البصل كده او يدبل، انا هنا البصل بتاعي ابيض، وكمان معايا اللحمه بتاعتي مش فك كامل، هقول لكم على طريقه ان هي تفككها بسرعه. فانا فضلت ان انا نحط معايا البصل علشان ايه؟ نسبه الميه اللي فيه تنزل كلها، تتشمع معانا مع التشويحه، وفي نفس الوقت ان انا نحط اللحمه بتاعتي ما تسودش مني او ما تنشفش مني. طيب هقولك بقى على طريقه انك انت لو عندك اللحمه وزي حصل لك ظرف زي نظامي كده، رايحه مشوار ومضطره انك تعملي اكلك بدري غير العاده، حطي معاكي اللحمه عادي خالص وتحطيها 3 دقايق على كل جهه، وبمعلقه كده هتمسكي اللحمه بتاعتك هتتفك معاكي بكل سهوله. ده اول طريقه. في طريقه تانية تقدري تمسكي اللحمه بتاعتك، انا دايما بحطها كده مفروده زي عجينه الطعميه بالظبط، بحط الحله عليها كانها فوطه كده، وبنحط الحله وهي قاعده يعني مش مكفيه. فنسبه الرطوبه اللي بتكون او المعدن بتعمل عازل كده بين الرطوبه اللي في اللحمه وبتفككها بسرعه. ولكن انا الوقت بتاعي كان داخل عليا. كان معايا هنا من التوابل فلفل وكمون وبابريكا والملح، ومعايا توابل ايطاليه يعني ذره بسيطه كده. انا لسه بدخل معايا التوابل الايطاليه في المطبخ بتاعي، بحيث ان انا ابدا بقى ان انا اندمج كده بالتوابل الايطاليه، باكلات كده ندمجها بين مصر وبين ايطاليا. وهعرفكم ليه انا بعمل كده ان شاء الله في فيديو قريب. هنا خلاص بقى بنمسك معايا اللحمه، بنحط لها التوابل كده مع البصل، الاتنين بيعملوا ميكس. هنا بقى في ايطاليا بيضيفوا عصير طماطم، شايفين الكميه؟ ايوه هي ده، غير مصر. احنا في مصر ممكن نحط معلقه واحده بس من الصلصه، ولكن هنا بيحطوا نص كميه اللحمه اللي انت حطاها بتحطيها عصير طماطم. عايزين الصوص يعني عايزين اللحمه بتاعتنا كده تعمل صوص كده، لان في الاخر هنقولك هنعمل ايه في المكرونه، مش هنعملها زي مصر وان احنا نرص طبقه وطبقه. المهم ان احنا كده بنعمل تشويحه معانا العصير الطماطم، نطلع منه الميه الزياده، وكمان يندمج كده مع اللحمه والبصل. هنركنه بقى على جنب قبل ما يستوي كده على نار متوسطه، علشان الميه الزياده تطلع، وفي نفس الوقت نشوف بقيه المكونات بتاعتنا. ده طريقه تسويه المكرونه الصحيحه، لازم تكون بتعض. شايفين انك انت تقسميها، يعني تقسميها بس تقسميها بصوابيه سيكه. طيب احنا هنا بنشطف المكرونه تاني؟ لا، قلت المكرونه اول حاجه نسبه النشا الموجوده فيها هتقل. تاني حاجه احنا خلاص طعمنا المكرونه حطينا لها الملح وخدت يعني بقت مظبوطه معانا، علشان انك انت تشطفيها هتلاقي طعم المكرونه بتاعك كده تحس ان هو حاجه عادبه كده، حاجه ناقصه كده، فبتسيبيها زي ما قلت لك كده من غير ما تشطفيها. هنا عملت كمان مج من القهوه معانا في المكه كده على السريع، شربنا القهوه ونعمل معانا البشاميل. اول حاجه ضفت معايا الزيت علشان هستخدم الزبده. معيار المعلقه زي ما وريتكم كده، حطيت 6 معالق زبده، 6 معالق من الدقيق. في الاول كده الزبده لسه ما فكتش، ما ينفعش ان احنا نمسك الزبده بتاعتنا نسخنها قوي، هتتحرق مني وهتخلي لون الدقيق بتاعنا اسود. فقبل ما تفكك منك كده حطي معاكي الدقيق شويه شويه، هتلاقيها فكت زي ما وريتكم كده بالظبط. طيب يا وفاء، لو هي حسيت ان هي لسه ما فكتش او حطي معلقه صغيره من الزيت، هتساعد معاكي في تسهيل التفكيك. على نار بقى متوسطه العاليه قوي، ولا هي واطيه قوي.
اول بقى اللون دي بتاعنا ما يصفر ننزل الاول بلبن. هننزل بحاجه تانية، ايوه هقول لكم. في الوقت ده لازم نقلب كويس جدا. طب لو حسيتي معاكي ان البشاميل بتاعك كلكع مع التقليب المستمر هيفك معاكي، ما تقلقيش. المهم ان انا بنزل كده الاول بلبن، بعد كده بنزل بنص لتر ميه من سلق المكرونه. كلها مش خساره ان انا ارميها، ممكن تبدليها بشوربه ولكن هي جميله خالص. انا هنا عندي مكعبين 2 من الجبنه المثلثات، عندي مكعب صغير من الجبنه تشيدر، نزلتهم وده هيعلي التست معايا. اختبار بقى ان البشاميل استوى، نعمل كده خط. لو تراجع معاكي الخط والدنيا سالت معاكي يبقى لسه ما استواش وما كانش مظبوط معاكي. ده القوام المظبوط. ننزل معايا بقى اخر حاجه خالص بعد ما بيستوي معانا البشاميل، فلفل اسود والملح. وهنا خلاص ما شاء الله اللهم بارك. عصاج اللحمه كان خلاص زي ما انتم شايفين مختلف 180 درجه عن عصاج بتاع مصر. عصاج اللحمه في مصر بيكون لونه بني، ده بيكون لونه احمر لانه معتمد على عصير الطماطم. هنا بقى في ايطاليا بيقلبوا كده المكرونه بالصوص، عايزين المكرونه تكون خفيفه. هما مش بيحبوا الحاجه تكون دسمه، يعني بيحبوا الحاجه كده تكون ايه خفيفه شويه. هننزل بقى بتلت الكميه من البشاميل ده علشان يعمل ايه، يدمج المكرونه باللحمه، يخليهم كده الاتنين كتله مع بعض. واللي سهل معايا كمان في ان هما يندمجوا سوا ان انا ما شطفتش معايا المكرونه زي ما قلت لكم، سواء بالطريقه الايطاليه او بالطريقه المصريه. هنا معايا الكمية طلعت بزيادة ولكن الحمد لله هتنفع لتاني يوم، وبالفعل نفعت. يعني تاني يوم كنت صاحية متأخرة، فالأولاد حب ياكلوا مسخنوا المكرونة وكلوها. والطريقة الإيطالية بيحطوا بشاميل في أرضية الصينية وبيحطوا المكرونة وبعد كده يحطوا كده طبقات من البشاميل على الوش. وانا هنا اتفاجئت ان الفيديو ما كانش متصور من البدايه وانا بحط المكرونه في الصينيه، فقلت ان انا هصور معايا في الصينيه التانية. المهم كده بنوزع معايا البشاميل كده اللي يخلي كل الوش كده واخد، عشان المكرونه بتاعتنا ما تتحركش وتكون ناشفه. بما ان في ايطاليا فالجبنه الموتزاريلا هي الاساسي لكل المكرونات، الجبنه التشيدر والجبنه الموتزاريلا. بيحطوا على الوش كده شويه من الجبنه الموتزاريلا، وده كان عندي شويه كده في الفريزر فقلت استخدمهم. وكده خلصت اول صينيه. تاني صينيه هعملها لكم باختصار علشان تاخدوا بالكم. حطينا البشاميل في ارضيه، وده اللي انا عملته في الصينيه الاولانيه. المكرونه كده زي ما انتم شايفين خفيفه، البشاميل خفيف، بنفردها كده بكل سهوله. اكله جميله يعني تنفعك في الصيف في الشتاء، وانت لو رايحه مشوار وعايزه تاخدي معاكي ممكن تعملي في اطباق صغيره وتكون حلوه مشبعه. الطريقه بقى المصريه بنحط كوبايه لبن مع بيضايه بعد ما بنحط معانا البشاميل ونحطه كده على وش المكرونه. وافر عندك جبنه موتزاريلا. المهم كده ندخل على درجه التسويه بتاعتنا. بنسوي معانا المكرونه في الرف الاوسط، نكون الفرن ساخن مسبقا، لازم نسخنه قبل ما ندخل معايا المكرونه. انا هنا حاطه معايا ما شاء الله الصينيه كده تحت الطبق بحيث ان انا هنزلها لفوق تحت ولتحت فوق. اللي خلى لونها يحمر سيكا ان انا طلعت رحت مشوار، وهوريكم الفيديو انا كنت فين في اخر الفيديو. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا يبقى انت كده انضميتي لعيله وفاء خالد. ويلا بينا نشوف كنا فين. انا هنا كنت بستلم البرمس دو سوجورنو، يعني الاقامه بتاعتي، كنت خلاص عملتها والمفروض كنت استلمها، وهنا خلاص كنت استلمتها. كده اقدر اقول لكم الفيديو بتاعنا يكون خلص. ما تنسوناش في اللايك.